رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فيكم فيديو جامد. طبعا بقالنا فيديوهين ما عملناش الانترو ده، بس اسمع، هو الانترو جامد. المهم يا جدعان من غير ما نحرق كتير في الكلام، بص بقى يا معلم. طبعا انت داخل مستغرب من عنوان الفيديو، ايه عملت مقلب في الممثلين دي؟ بص يا عم الحكايه وما فيها. شايف الصوره دي كنت متصورها من ايام فيلم ماكو، مش عارف كان 2019 يا اما 2020 حاجه زي كده يعني. لا 2021 صورة قديمة يعني. زي ما انت شايف الصورة، طبعا في بوستر فيلم ورايا. المفروض ان انا هشيل البوستر الفيلم ده. طبعا هتقول لي هتشيله ازاي؟ هقول لك دي لعبتي، استنى بس. والمفروض لما اشيل البوستر ده احط اي بوستر من الافلام المصرية بتاع السنة دي، زي مثلا فيلم الحريفة مثلا، واقوم حاطط البوستر مثلا بتاع الحريفة ورايا. هتقول لي طب ايه بقى فين المقلب؟ هقول لك اصبر بس، انت مستعجل ليه؟ والمفروض هقوم منزل الصورة دي ستوري، واعمل منشن لصاحب الفيلم ده او الابطال اللي في الفيلم ده، واشوف يا ترى هيشوفوا الستوري ويضيفوه عندهم في الاكونت. طبعا انت لو بتروح سينما ورحت اتفرجت مثلا على الفيلم ابو نسر، طبعا بتروح تصور وراه ورا الشاشه. طبعا هتقول انت ما صورتش ورا فيلم ماكو ليه؟ اقول لك لان كانت الشاشات اللي ورايا كانت بتتقلب شويه ومش عارف ايه، فالصوره اتلقطت على الفيلم ده. المهم فطبعا بتنزل الصوره دي مثلا الستوري عندك على الانستجرام، وتعمل منشن لصاحب الفيلم ده، وتشوف بيشوف الستوري ولا لا. وده اللي انا هعمله يا جدعان. فيعني لو حد شاف الستوري كنت ضحكت عليه اصلا، هنكون قاعدين في بيتنا، رحنا السينما وكمان الممثلين شافونا وكمان ضيفونا عنده على الاكونت. فبس كده يا جدعان، يلا بينا نروح نعمل اول صوره معانا النهارده. بس قبل ما نروح ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، برضه ما تنساش السبسكرايب بتاعك في القناه، برضه ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. انا حاسس اني رغيت عليكم كتير قوي. يلا بينا يا جدعان نروح نعمل اول صوره معانا النهارده. أول صورة هنعملها كان صورة فيلم الحريفة. وبعد ده كله يا جدعان الصورة جهزت، والصورة اهي زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هعمل بقية الصور ونعمل في الممثلين. رجعت لكم تاني يا جدعان بعد ما ظبطت الصور. طبعا عملنا 4 بوسترات افلام، مش هقول لكم اسماء الافلام، لا هتشوفوا في الفيديو واحد بواحد كده. اول فيلم هنبدا بيه النهارده هو هيكون فيلم الحريفه زي ما انتم شايفين. بس نصغر بس الصوره شويه كده. طبعا زي ما انتم شايفين عملنا لها ايديت ولا كانها حقيقيه بالظبط، ما تختلفش عن المتصوره حقيقي، هي تيبيكال. فيلم الحريفه اهو زي ما انتم شايفين. دلوقتي هننزلها ستوري ونعمل منشن لاصحاب الفيلم. يلا يا جدعان زي ما انتم شايفين اول واحد هنبدا بيه طبعا نور النبوي، زي ما انتم شايفين عملنا له منشن. وتاني واحد هنعمل له منشن هيكون كزبره ده يا جدعان والله العظيم مسخره، كزبره مسخره لايقه مع بعض برضه. المهم نعمل له منشن اهو. وتالت واحد مثلا نعمل لمين؟ على ما اعتقد نعمل منشن لنور النبوي وكزبره بس. عملنا المنشن ونكتب احلى فيلم ده ولا ايه. طبعا انا ما شفتوش بس لما نشوف هيشوفوا الستوري ولا لا. ودي هتكون اول ستوري لفيلم الحريفه. ونتك يلا نزلنا اول ستوري يا جدعان لفيلم الحريفه. المفروض ان احنا هنستنى 24 ساعه. الساعه دلوقتي كام؟ الساعه دلوقتي 11 و24 دقيقه بالظبط. انا المفروض هستنى 24 ساعه، يعني هاجي بكره باذن الله الوقت ده وهشوف نور النبوي وكزبره شافوا الستوري وهيضيفوها عندهم في الاكونت ولا مش هيعبروني اصلا. بس بنسبه 50% يا جدعان انا حاسس ان هم هيشوفوا الستوري. فالمهم مش عايز ارغي كتير، تعالى ما نشوف تاني فيلم معانا النهارده. تاني فيلم معانا النهارده يا جدعان هيكون فيلم ابو نسب. طبعا يا جدعان اللي ما دخلش الفيلم ده فايته حاجات كتير جدا. تقول لي انت دخلت الفيلم، اقول لك لا بس انا بقول كده وخلاص مش عارف يعني. ماشي يا شكرا اتفضل. المهم زي ما انتم شايفين الصوره دلوقتي المفروض ان احنا هنعمل منشن ل3 ممثلين، محمد امام وياسمين صبري وماجد الكدواني. فتعالى يلا. زي ما انتم شايفين اول واحد محمد امام، ثاني واحد هيكون ماجد الكدواني، وثالث واحده هتكون ياسمين صبري. اوه اللي خفنا منه حصل. ياسمين صبري يا جدعان مش بتقبل لكل حد يعمل لها منشن، طبعا ده فنانه مشهوره وكده. ماشي يا عم ماشي. نكتفي بمحمد امام وماجد الكدواني، ونكتب مثلا اللي ما حضرش الفيلم ده فايته كتير. اللي ما حضرش الفيلم
ده فايته كتير. نعمل كده يلا بنسيبها هنا ويلا يا باشا انشر خلي الناس كلها تتفرج. تخيلوا كده يا جدعان يردوا، ما هنبقى عملنا احلى مقلب في الممثلين والله العظيم. زي ما انتم شايفين ضفنا تاني فيلم. تعالوا يلا بينا بسرعه كده من غير كلام كتير، يلا بنروح لتالت فيلم معانا النهارده. تالت فيلم معانا النهارده يا جدعان هيكون فيلم شماريخ من بطوله آسر ياسين وامينه خليل. هنعمل منشن للاثنين وبنشوف مين اللي هيشوف الستوري ومين هيضيفه عنده في الاكونت. فيلا بعد ما عملت نفس الخطوات. ورابع واخر فيلم معانا النهارده يا جدعان هيكون فيلم الاسكندراني، طبعا بطوله احمد العوضي. هنعمل منشن لمين؟ لاحمد العوضي وزينه عصام السقا. وبعد ما عملت نفس الخطوات تاني دلوقتي ضفنا 4 ستوريات. هاجي بعد 24 ساعه وبعد ما حد يرد هقوم فاتح الكاميرا على طول واقوم مصور، او مش يرد بيضيف الستوري عنده في الاكونت اقوم فاتح الكاميرا على طول مصور. فبس كده يا جدعان هنعمل كده. ورجعت لكم تاني يا جدعان بس بعد ساعتين من نزول الستوري. طبعا هتقول لي ما استنيتش 24 ساعه ليه؟ هقول لك دلوقتي. بص هتفتح الستوري من هنا يا باشا زي ما انت شايف. طبعا الستوري على الاكونت الجديد اللي انت مش عامل لي فولو عليه اسمه اهو يا جدعان، روح اعمل لي فولو بسرعه. بص زي ما انت شايف الستوريات اللي منزلها اهو. هتفتح اول ستوري بتاع فيلم الحريفه تعمل كده يابا، تلاقي مين اللي شاف الستوري؟ كزبره ونور النبوي. ومش بس كده يا جدعان، الفنان نور النبوي زي ما انتم شايفين. تعالوا نخش على الاستوريات نقلب في الاستوريات عشان بس ما حدش يقول لي انا مفبرك. اهو فنان نور النبوي بنفسه بالاستوريات اللي منزلها. ثانية قلب هتلاقيني. ثانية هتلاقيني دلوقتي. هتلاقيني هذا اهو زي ما انتم شايفين الصورة اللي متفبركينها نزلها عنده يا جدعان. وانا قاعد في البيت ما رحتش الفيلم اعرف الفيلم بيتكلم عليه اصلا. فزي ما احنا شايفين من اول ساعتين من نزول الستوري كزبره ونور النبوي شافوا الستوري. ومش بس كده يا جدعان، نور النبوي حط الستوري عنده على الاكونت كمان. يعني صورة متفبركة فوتوشوب اصلا. انا ولا شفت الفيلم ولا اي حاجة وحطها عنده في الاكونت ستوري يا جدعان. زي ما احنا شايفين اول فنان شرب المقلب هو الفنان نور النبوي. بنشوف مين الفنان التاني اللي هيشرب المقلب. ارجع لكم يا جدعان بعد 24 ساعه نشوف يا ترى الفنانين التانيه شربوا المقلب ولا لا. اعمل لكم كده تاني. ورجعت لكم تاني يا جدعان بس بعد اكتر من 24 ساعه. انا بصور دلوقتي والساعه 1:30 بالليل اهو زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لكم اللي رد عليا وشاف الستوري وكمان حطها في الاكونت عنده نور النبوي. كزبره كمان شاف الستوري بس ما حطهاش ستوري، مش عارف الصراحه ليه بس مش مهم. اهم حاجه بطل الفيلم. موضوعنا دلوقتي يا جدعان تعالى اما نشوف مين اللي شرب المقلب تاني وشاف الستوريات. طبعا ال 24 ساعه بتاع الستوري خلصت. هنجيبها دلوقتي من الارشيف زي ما انتم شايفين. طبعا هننزل الستوريات دي على الاكونت الجديد اللي كنت عملت فيديو منتخب مصر بيه. دلوقتي هنفتح الستوريات زي ما انتم شايفين. اول ستوري طبعا زي ما انتم شايفين كزبره منور الشاشه والفنان نور النبوي كمان. اما نشوف تاني ستوري الفيلم ابو نسب. للاسف ما فيش حد شافها. فيلم شماريخ برضو ما فيش حد شافها من آسر ياسين ولا أمينة خليل. فيلم الاسكندراني ما فيش حد شافه ولا زينه ولا احمد العوضي ولا عصام السقا. كده يا جدعان يعتبر الفيديو بتاع النهارده نجح بنسبه مثلا 30% ولا حاجه. فنان واحد بس هو اللي شرب المقلب هو الفنان نور النبوي. بس كده يا جدعان زي ما شوف ده كان فيديو النهارده يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ده يا جدعان ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. برضو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. طبعا يا جدعان انا بصور الفيديو ده طبعا صورته على كذا يوم. حابب اشكركم والله العظيم ان احنا جبنا ال 500 مشترك وعمالين نعديها كمان. حاليا وانا بصور دلوقتي احنا 518 مشترك لسه عمالين نزيد وباذن الله نزيد اكتر واكتر باذن الله كده 1000 2000 100000 مليون باذن الله يا جدعان. طبعا ما تخليش الكلام ده ينسيك. اعمل لي فولو هناك على الانستجرام. وبس كده يا جدعان واشوفكم في فيديو جديد. سلام.